هم راحوا فين؟ هم راحوا فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم راحوا فين؟ راحوا فين اللي كانوا استنى نشوف ماتش اسبانيا؟ فكك وعمالين تنمروا عليا وتتكلموا وانت فرحان بماتش السعودية، وهي دي السعودية دي منتخب؟ شفنا ماتش اسبانيا، تعالوا لي بقى نتكلم على ماتش اسبانيا. حبايبنا هنتكلم النهارده 3 نقط في ماتش اسبانيا، ايجابيات وسلبيات، وبعض الملاحظات اللي احنا شفناها في الماتش اللي محتاجين نخلي بالنا منها كمنتخب. وطبعا كابتن حسام حسن، كابتن شوبير، انا زعلان منك كابتن شوبير. يعني ربنا كرمك وجبت لنا مصطفى، ما كنتش عارف تجيب مهاجم يحل لنا المشكله؟ كنا حللنا مشكله الاهلي ومشكله المنتخب والله. شفت مصطفى شوبير يا جدعان؟ ده اهم الايجابيات اللي موجوده في الماتش. مصطفى شوبير النهارده هس محدش يجي يتكلم يقول لي الشناوي ومصطفى شوبير. كان في حد كتب لي كومنت بيقول لي مصطفى شوبير ده بيصد الكوره بتجيله في جسمه. شفتوا الفاول جابه منين؟ شفت الكوره اللي بينه وبين اللاعب اقل من 2 متر وطار وجابها. كل الكور النهارده مصطفى شوبير اتعرض لها انفرادات، فاولات، كرات مرتده، كل حاجه اتعرض لها النهارده واثبت كفاءه. شكرا خلاص يا جماعه، ما ينفعش ما ينفعش. شوبير النهارده كنت من غيره ممكن تشيل ولا 5 6 جوان. اتفرج على الشوط التاني بس، شوف الشوط التاني عباره عن مصطفى شوبير. تاني لاعب معانا مهند لاشين النهارده عالمي، قاطع الكرات يمين وشمال وعرضيات وانفرادات عالمي. كرات، في كرة في الشوط الاول قطع قدام الواد قبل ما يشوط في مصطفى. بصوا عالمي النهارده. فتوح يا سلام على فتوح، راجل. فتوح بيعجبني فيه، هو لعيب قوي ناشف وعنده كورة. يعني هو مش اللي هو انا لعيب كوره وما التحمش، لا بيلتحم وبيخبط، وكان بيخبط في يمين يمين. اتكلم على حمدي فتحي، انا واحد من الناس الماتش اللي فات قلت انا عايز افهم حمدي فتحي بيلعب ليه مساك وانا عندي فيه 4 على الدكه. الشكل العام بيقول ان حمدي فتحي من ضمن اللعيبه اللي ممكن مركزهم مع كابتن حسام حسن يبقى مدافع، يعمل تغيير لمركزه ويبقى مدافع. ادى النهارده برجوله. خد انذارين، كان متعصب شويه، بس اوفرول انا شايف ان اداؤه كان كويس جدا. اخر لعيب كنت شايفه كويس اسلام عيسى. مش قصدي اتريق ولا قصدي انظر، بس اسلام عيسى بيفكرني باللاعب اللي زي اكرم توفيق، بينزل يعزق في النجيله، بينزل ينحت النجيله رايح جاي رايح جاي ويخبط ويتخبط رايح جاي يتخبط ويتخبط. نيجي نتكلم على السلبيات النهارده مش كتير. يمكن اهم حاجه ضايقتني بصراحه زيزو بيمسك الكوره كتير في الملعب، بتطول بالكوره يا زيزو. انانيه. انا كواحد بيتفرج انا شايف ان دي انانيه. ليه؟ لان انت بتطول بالكوره ما بتسلمهاش، وانت مش هيستنى. ودي فكره التيمبو بتاع الكوره في مصر، ان انت ممكن تمسك الكوره وتستنى شويه. في اسبانيا مش هتستنى، في كاس العالم مش هتستنى، فلازم تنجز، لازم تطلع. هتيجي عند مرموش، انا بحس ان هو النهارده في الماتش عايز يثبت ان هو مهاجم مانشستر سيتي. مش عايزين نثبت ده يا مرموش، عايزين نلعب السهل. في كور كنت بحس انها ممكن تطلع بسهوله من رجله وتروح، يعني اسهل من كده. ياسر ابراهيم انا حاسس انه تعبان، يعني مش هلوم عليه بس حاسس ان هو تعبان. في حاجات لقطات كتير كان بيغلط فيها، حاسس ان هو اجهاد. لان تقريبا هو اللاعب الوحيد اللي في مصر اللي مكمل من ساعة قبل افريقيا لحد دلوقتي مع المنتخب ومع الفريق. انا نفسي في سبب واحد اعرفه يخليني الاعب محمد هاني ده كورة في المطلق. يعني انا اعرف الباك يا بيبقى طاير فقوي في الهجوم وضعيف في الدفاع، او بيبقى ثابت ورا بيبقى ضعيف في الدفاع وقوي في الهجوم. انما واحد ما عندوش الاتنين، طب بيلعب كورة ليه؟ يا جدعان انا كنت بشوف حاجات سواء في ماتش السعوديه او في ماتش اسبانيا. يا ابني انت بتلعب كوره ليه؟ فهمني. فده في كوره كده في الشوط التاني مع هيثم حسن، كانوا قاعدين 1 2 1 2، هيثم حسن بصها له هو داخل المنطقه وقف. انت بتقف ليه؟ يعني مش فاهمك. اخر حاجه عايز اتكلم فيها هما حاجتين. الواضح والباين اي حد ان احنا عندنا مشكله في المهاجم في مصر. ما عندناش مهاجم في مصر، دي مشكله بانت قوي في كرات كتير. مرموش كان بياخدها وبيبقى هو اللي رايح على المرمى، مفيش حد في العمق. هل
في جمل تكتيكيه المفروض كابتن حسام حسن قايلها ان حد من الجناح هيضم ويخش مكانه وهو ويبقى في تبادل في الادوار، ولا مرموش كان بيضطر ينزل عشان يستلم ولما بيجي يطلع ما بيلاقيش حد. فانا حاسس ان احنا عندنا مشكله في قصه المهاجم. ليه يا كابتن حسام طلعنا امام عاشور من الملعب؟ ده اللعيب الوحيد اللي ممكن يعمل لك النقله، ده اللي ممكن يطلعك، ده اللي ممكن ده بان في الشوط التاني. احنا في الشوط التاني احنا قعدنا 40 دقيقه عشان نشوف الحارس بتاعهم. فليه نطلع امام عاشور؟ انا مش عارف اي سبب لده. في النهايه مش عايز اكون طولت عليكم، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. سلام.